الكيمياء اللي بين احمد فتوح وناصر منسي دي لازم نقف عندها شويه. ناصر منسي بيتحرك اوتوماتيك اول ما الكوره تيجي لفتوح، اول ما فتوح يستلم الكوره ناصر منسي ما بيشوفش قدامه، وبيشوف ان هو هيجري عشان هيجيله انفراد، لان الكوره دي مش اول مره، يعني جونه في حرس الحدود ده مش اول مره تحصل، حصلت في الجون بتاع بيراميدز، وحصلت كمان في نفس الماتش بتاع بيراميدز قبل ما يجيب الجون لولا تألق الشناوي، هي بالنسخه بالكربون، احمد فتوح يستلم ناصر منسي يتحرك يبقى انفراد. والقصه دي انا ما اعتقدش ان في مدرب قال لهم عليها، يعني ماشي القصه دي حصلت مع ايمن الرمادي من بدري، هتتكرر تاني مع معتمد جمال بعد كل تغير المدربين دي؟ انا ما اعتقدش. بس هو ده المسمى بتاع الكيمياء، لعيب اتعود على طريقه لعيب عارف ان مجرد ما اللعيب ده هيستلم انا هتحرك ازاي. لذلك كل ما اللعيبه بتقعد مده مع بعض كل ما بيفهموا بعض اكتر، حتى لو المدرب ما بيقولش حاجه وهم هيتصرفوا مع نفسهم. ونصيحه كده على الهامش لاي حارس مرمى، لو لقيت ناصر منسي جاي عليك انفراد اوعى تطلع وتستنى اللوب، لانه هيحطها لك دايما من تحت، زي ما الشناوي خدها من تحت، زي ما الزنفولي برضو خدها من تحت.